تخيل معايا يا صديقي انك قدرت تركز طول فترة المذاكرة بتاعتك وتركيز كامل، مش بنسبة 50% او 80%، لا بنسبة 100%. ايه اللي هيحصل؟ هتعرف تخلص المذاكرة اللي عليك بسرعة، فبالتالي يبقى عندك وقت فاضي اكتر تعمل فيه اللي انت عايزه، تلعب، تخرج، تتعلم حاجة جديدة، تمارس هواياتك. وكمان التركيز هيخليك تفهم الحاجة اللي انت بتذاكرها اكتر، فبالتالي في الامتحان هتحل كويس وتجيب درجة عالية، فتدخل الكلية اللي انت بتحبها ايا كانت هي ايه، حتى لو الكلية دي كانت كلية هندسة. المهم انك هتبدع في الكليه اللي انت دخلتها لانك بتحبها وهتبقى شاطر فيها، فهتنجح ويبقى معاك فلوس كتير وتركب العربيه اللي انت عايزها، وحياتك تبقى وردي وتعيش في تبات ونبات وتخلف صبيان وبنات. ثانيه واحده، هو يعني ايه تبات؟ ما علينا، يلا نبدا. اهلا بكم في قناه واعي، وده فيديو جديد. ويا ريت قبل ما نبدا الفيديو تنزل تعمل سبسكرايب في القناه وتدوس لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. الاول كده لازم تكون عارف ان في جانبين مهمين جدا في موضوع المذاكره. الأول هو الجانب النفسي، وده مهم جدا لأن حالتك النفسية ليها عامل كبير جدا في المذاكرة بتاعتك. الجانب التاني هو الجانب العملي، أو زي ما أنت عايز تسميه سميه، وده بيتمثل في طريقة المذاكرة بتاعتك وعدد ساعات المذاكرة اللي أنت بتذاكرها. وفي الأول هنبدأ بالجانب النفسي لأنه بسيط ومش هياخد وقت كتير. طب يا سيدي، إزاي أظبط حالتي النفسية؟ أو إيه الحاجة اللي بتأثر على حالتي النفسية؟ بص يا صديقي، في عوامل كتير ممكن نذكرها بتأثر على حالتك النفسية، بس عشان الفيديو ما يطولش ويبقى مهم هنذكر أهم حاجتين، وهما الضغوطات النفسية والنوم. النوم عدد ساعات بقدر غير كافي لجسمك بيأثر بشكل كبير على التركيز بتاعك، ومش بس كده، ده بيأثر كمان على صحتك الجسمانية وبيأثر على حياتك بشكل عام. طيب إيه هي عدد ساعات اللي لازم أنامها؟ بص يا صديقي، أنت لازم تنام من 7 إلى 9 ساعات، وده عدد ساعات النوم الطبيعي لأي إنسان بالغ. أما الضغوطات النفسية لازم تبعد عن أي مشاكل ممكن تأثر على حالتك النفسية وعلى تركيزك، زي مثلا المشاكل العائلية، أو لو أنت بتذاكر مثلا في البيت وما بتعرفش تركز بسبب الصوت العالي، فلازم تشوف مكان هادي وتقعد تذاكر فيه بعيد عن أي مشتتات. طيب كده أنت عرفت هتنام كام ساعة وإزاي تبعد عن المشتتات. إيه هي أفضل طرق المذاكرة؟ خلينا الأول نتفق على حاجة، إن مفيش حاجة اسمها أحسن طريقة أو أفضل طريقة، ولكن في طرق مثبوتة علميا إنها أكثر الطرق تأثيرا على الطلاب بشكل إيجابي. وفي الفيديو ده هقولك على أهم 4 طرق للمذاكرة، ركز معايا. الطريقة الأولى وهي تقسيم جلسات المذاكرة بتاعتك. وفي الحقيقة الموضوع ده فيه كلام كتير، يعني في أبحاث أثبتت إن إحنا ما نقدرش نركز في حاجة لمدة 90 دقيقة من غير ما ناخد بريك أو استراحة لمدة 15 دقيقة. وفي دراسة تانية بتقول إن إحنا لازم ناخد بريك بعد 30 دقيقة. والحقيقة إن مفيش واحدة فيهم صح والتانية غلط، لأن بتختلف من شخص لآخر. فأسلم حل إنك تجرب كل طريقة من دول وتشوف أحسن واحدة بالنسبة لك، بس الحاجة اللي لازم نبقى متفقين عليها إنك لازم تاخد بريك. وفي تقنية جميلة جدا لو طبقتها ممكن تساعدك في الموضوع ده، وهي تقنية البامودورو. وهي ببساطة إنك تذاكر لمدة 25 دقيقة وبعد كده تاخد بريك لمدة 10 دقايق. يعني مثلا ما تاخدش جلسة المذاكرة بتاعتك مرة واحدة، لأن مستوى تركيزنا أول ما بنبدأ نذاكر بيبقى عالي جدا، وبعد كده بيقل تدريجيا مع مرور الوقت، فلازم تعمل ريفرش لدماغك ما بين كل فترة والتانية. الطريقة التانية إنك تحدد أنت هتذاكر إيه في كل جلسة من جلسات البومودورو، لأن أنت لو محددتش أنت هتذاكر قد إيه في كل جلسة هيبقى عندك وقت لا نهائي، وبالتالي مش هيبقى في حاجة تقيس بيها أنت فعلا ذاكرت ولا بس قعدت تسمع الدرس لحد ما الجلسة خلصت وبعد كده أخدت فترة الاستراحة بتاعتك. يعني مثلا أنت عندك 5 مواضيع لازم تذاكرهم النهاردة، تعمل إيه؟ هتقسم ال5 مواضيع دول على 5 جلسات من جلسات البومودورو، وبعد كل جلسة هتعمل علامة صح على الموضوع أو الدرس اللي أنت خلصته، وبكده هتقدر تعرف أنت خلصت كام موضوع في كام جلسة، وده هيديك حافز إنك تخلص باقي المواضيع. والطريقة التالتة وهي spaced repetition أو التكرار المتباعد. أنت مثلا ذاكرت ال5 مواضيع بتوعك يوم السبت، تتوقع المعلومات دي هتقل قد إيه بعد 6 أيام؟ وهنا يجي فايدة مخطط النسيان اللي اخترعه العالم الألماني هيرمينج إبنجهاوس. المخطط ده بيتكون من خط رأسي وخط أفقي. الخط الرأسي بيتمثل في نسبة التذكر بتاعتنا، والخط الأفقي بيمثل الوقت. فأنت مثلا ذاكرت يوم السبت، فأنت حسب المخطط ده أنت بعد 6 أيام هتفتكر 20% بس من اللي أنت ذاكرته، و80% هيترمي في الزبالة. طب إيه الحل عشان ما ننساش اللي ذاكرناه؟ الحل هو التكرار المتباعد.
يعني مثلا انت ذاكرت امبارح درس معين، والنهارده المفروض تدخل على الدرس اللي بعده. قبل ما تذاكر الدرس الجديد عايزك بس تقرا الدرس بتاع امبارح، ويا سلام لو كنت عامل له ملخص. هتقرا الملخص ده بس من غير مذاكره، وكده تبقى ضمنت انك مش هتنسى الدرس القديم، وتعبك مش هيروح على الفاضي. الطريقة الرابعة وهي الخرائط الذهنية. دماغنا دايما بتميل للذاكرة الصورية أكتر من الكتابية. يعني مثلا لو قلت لك كلمة قلم، اللي هيجي في بالك مش حروف كلمة قلم، ولكن هيجي في بالك صورة القلم، لأن الكتابة طريقة اخترعها الإنسان عشان يترجم الصور اللي داخل دماغه. وهو ده بالظبط مفهوم الخرائط الذهنية، إنك تحول الكلام إلى صور عشان تحفظه بطريقة أفضل. وفي مواقع وبرامج كتير بتعمل لك الخرائط الذهنية دي لأي حاجة بتكتبها لها، وهسيب في الوصف الفيديو موقع بيعمل لك الخرائط الذهنية دي بطريقة سهلة وبسيطة. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى تكون استفدت من الفيديو والفيديو يكون عجبك، ولو حابين اني اتكلم في اي موضوع تاني يكتبولي في الكومنتات.